رسالة لكل الجزارين الناس المحترمين، مش هنقول غير الناس المحترمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لكل جزار وكل راجل يتقي ربنا في الناس الغلابة. الجزارين كلها تتقي ربنا في الناس الغلابة، الناس اللي هي أرزاقية، الناس اللي بيطلع من صباحية ربنا لآخر النهار علشان يجيب يومية لعياله. طب دلوقتي لما يكون كيلو اللحمة اللي هي الكبيرة وصل 170 جنيه و180 جنيه، يعني معنى كده ان الراجل هيطلع من صباحية ربنا لاخر النهار علشان يجيب نص كيلو لحمة لعياله. لا جاب خضار ولا جاب طماطم ولا جاب كرنب ولا جاب سواد ناقع من الناس تعمل ايه؟ بنقول لكم اتقوا ربنا. انت لو بعت الكيلو اللحمه ب 120 جنيه انت كسبان. حرام عليك، حرام عليك. الناس دي تعمل ايه؟ الناس اللي هي عندها 3 عيال تأكل ولا تلبس ولا تعالج ولا تعلم ولا تجيب لحمة ولا فراخ. وبتكلم على الناس بتوع مزارع الفراخ. كيلو الفراخ ب 80 جنيه ازاي؟ ازاي يا جماعة؟ يا جماعة اتقوا ربنا في الغلبان. حرام عليكم. اتقوا ربنا في الغلبان. الغلبان اللي هو ده الموظف بيصرخ. يعني دلوقتي الموظف بيصرخ. الناس الغلابة اللي هي أرزاقية يوم بيوم تعمل ايه؟ تعلم ولا تعالج ولا تأكل ولا تشرب ولا تسوي تلبس عيالها تعمل ايه؟ حرام عليكم، حرام عليكم. لازم نحس ببعضنا شوية يا جماعة. لا يغير الله ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. لازم احنا نتغير، مش هينفع كده. اتقوا الله في الغلبان. الغلبان اللي عايز بس يعيش عشان ياكل ويشرب. الجزارين وبتوع المزارع والناس كلها تتقي ربنا في بعض عشان الحياة تمشي. كده احنا بقينا في لعبكة، كده احنا بقينا في جحيم. الناس حتى مش عارفة تاكل وتشرب بس. ومن يتق الله يجعل له مخرجا. السلام عليكم.